تعالوا النهاردة بقى ما اقول لكم على طريقة مسقعة البتنجان المصري الأصلي، المسقعة البلدي على أصولها من غير لحمة ومن غير ما تشرب زيت كتير، وزي الكتاب ما بيقول بالظبط. معايا 3 بتنجانات بقسمهم من النص، وبعد كده بقطع كل نص فيهم شرايح أو طرنشات زي ما انتوا شايفين كده. أهم حاجة تكون سميكة مش رفيعة، يعني ما تخلوهاش رفيعة قوي، خلوا سمكها حلو زي ما انتوا شايفين كده علشان ما تتهريش وتتفعس مننا واحنا بنطبخها. برش على البتنجان كده معلقة كبيرة من الملح وأقلبه علشان ينزل المية اللي فيه وعلشان ما يشربش زيت لو هنقليه. انتوا ممكن تقلوه على فكرة وممكن تعملوه في الفرن عادي. انتوا عارفين ان انا بحب اغطي البتنجان بالمية، يعني ما احبش ارش ملح واسيبه كده، لا لازم انقعه في المية علشان ينزل المرارة بتاعته، وبعد كده بنشفه من المية وبقليه على طول. هنسيب البتنجان بقى منقوع شوية على ما نجهز التسبيكة بتاعتنا. هنحتاج بصلاية هنقطعها ناعم، نحتاج كمان 1 فلفل رومي نقطعه قطع يعني متوسطة كده، مش صغيرة مش رايح صغيرة، بس تكون ظاهرة كده، عاوزينها تبقى باينة وظاهرة يعني ينفع تتغمس. ولو عاوزينها مش شطشطة هتحطوا بقى كمان فلفل حار، قرنين 3، يعني انا هحط قرنين تقريبا. هاخد واحد واقطعه طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، والتاني هحطه على التسبيكة زي ما هو. وفي طاسة بقى او في حل على النار بنحط 3 معالق من الزيت ونحط البصلايه نديها تقليبه كده، البصل بس يدبل كده ويبتدي خلاص هياخد لون. هننزل عليه بمعلقه متوسطه من الثوم المفروم، 4 فصوص ثوم او 5 فصوص ثوم. واول ما الثوم بس يطلع ريحته بنحط بقى شويه كده من الفلفل الرومي اللي احنا لسه مقطعينه، وبرده شويه من الفلفل الحار، نقليهم كده مع البصل والثوم يتقلوا كده مع بعض شويه، الفلفل يدبل وينزل الميه بتاعته. وانا تشيت البصل والثوم والفلفل بمعلقتين كبار من الخل، بس انا بدل ما افتح الكاميرا عشان اصور طافتها فما تصوروش، فانتوا حطوا معلقتين كبار خل. الناس ما بتحبوش على فكرة فما بتحطوش، ممكن تلغوه لو مش حابينه، بس هو بينقل الطعم لحتة تانية خالص. 4 كوبايات من عصير الطماطم. انا بخلي الطماطم مضروبة ضرب خشن شوية وما بحطش عليها سوائل كتير، يعني بخلي المية اللي فيها قليلة. نحط معلقة متوسطة من الملح، خلي بالكم حاطين ملح على البتنجان، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وما تنسوش تحطوا معلقة من السكر علشان تعدل الحموض. وبحط قرن الفلفل معاهم كده ياخد معاهم كده شكله حلو. وهنديها تقليبة وهنغطيها بقى ونسيبها تتسبك على نار متوسطة او هادية لحد لما الطماطم تقصر وتسبك على الاخر. ما ينفعش يبقى فيها سوائل، حاولوا ما تخلوش فيها سوائل، لان هي دي مش هنعملها مثلا بالبشاميل. انا عملتها معاكم على فكرة قبل كده بالبشاميل، هنزل لكم الفيديو تاني. ومش هندخلها الفرن تنشف، دي هتبقى على النار كده من فوق، بنسيبها بقى تتسبك لحد لما السوائل تتشرب كلها وتقصر وتبقى زي ما انتوا شايفين كده. ده بيكون شكلها ما يكونش فيها سوائل، وطبعا الدهون بتفصل منها. احنا مش حاطين زيت كتير لان اوريدي البتنجان هيبقى فيه زيت، فكفايه كده هي اتسبكت تمام. اخر حاجه بقى بنحط معلقه صغيره من الكمون، يعني رشه من الكمون كده، وبحط كمان فص ثوم بس صغير كده، اسيبه بس ياخد غلوه هو والكمون مع التسبيكه. الكمون ما بحطوش من بدري علشان ما يمررش، بس غلوه واحده وخلاص. وكده التسبيكة بقت جاهزة معانا. هنشيلها بقى ونحطها على جنب على ما نقلي البتنجان. طبعا انتوا عارفين ان البتنجان بيشرب ازازة زيت كاملة لو اتقلى، ولكن لما بيتنقع في مية وملح بيبقى شربه للزيت قليل. وبرده لو حطيناه في دقيق الزيت كله هيبوظ، لانه مما لا شك فيه الدقيق هينزل في الزيت اكيد، فخلاص الزيت ده مش هينفع يتقلي فيه حاجة تانية. فلو شرب شوية زيت ارحم من انه يبوظ كل زيت، والدقيق اكيد هينزل هتلاقوه تحت في القعر كده، زي ما بنقلي اي حاجه فيها دقيق زي السمك وزي اي حاجه فيها دقيق، الزيت ده بعد كده خلاص يعني. فهو دلوقتي مش شارب زيت نهائيا، بنطلعه على ورق مطبخ وبس نحطه رصه جنب بعض زي ما عودتكم، زي ما عرفتكم قبل كده فيديو المسقعه القديم، علشان هيشرب زيت لو فوق بعضه حطوه بس جنب بعضه فيصفي الزيت كويس. وبعد كده في نفس الزيت بننزل بقى بالفلفل الرومي وبالفلفل الحار اللي اتبقى معانا، بس يا دوبك ياخدوا كده يعني غلوة في الزيت، مش عاوزينه ياخد لون غامق، عاوزينه بس يطرى كده شوية، يفضل لونه مخضر زي ما هو كده. ده الفلفل ما يحمرش ولا يتقلي زيادة. نرجع بقى نحط البتنجان على التسبيكة ونحط كمان الفلفل، وبمغرفة ولا حاجة، بس يفضل تكون سيليكون او تكون يعني الخامة بتاعتها مش معدن علشان بس ما تهريش البتنجان لو حابين شكله يفضل زي ما هو. وبنقلب من تحت لفوق كده بالراحة. انا زودت ربع كوبايه ميه عشان حسيت انها ناشفه شويه، انا عاوزاها تغلي بس غلوه على النار، فعلشان تاخد غلوه لازم يبقى فيها شويه سوائل علشان ما تبقاش ناشفه قوي. وبعد كده اديتها تقليبه كده حلوه، اتاكدت انها تمام اتغلفت كلها بالتسبيكه، وبس كده المسقعه بقت جاهزه معانا. شوفوا شكلها يجنن ازاي، بصوا شايفين الزيت
في زيت طبعا اكيد لانه مقلي، يعني مش هنضحك على بعض وبيبقى طعمها حلو وهي مقليه، ولكن مش كتير، يعني مش عايمه في الزيت قوي زي الايه المسقعات الكتير اللي بنشوفها دي، يعني معقوله شويه. وبس كده قدموها بقى بالطريقه اللي تعجبكم. حطيت قرن فلفل كده بس زي ما هو عشان لونه حلو كده، يدي لون كده المسقعه. ودوقوا بقى ألذ مسقعه بالطريقه الاصليه بتاعتها، الطريقه بتاعتنا. وادي ودن القطه، شايفين ودن القطه دي؟ او كده تتاكل زي الكتاب ما بيقول. هو الكتاب بيقول ناكلها بودن القطه كنفسها، وفي نفس الوقت شاربه من التسبيكه تجنن. والفلفل كمان نعرف نغمسه، نعرف ناكله، ما بقاش مهري كده ولا دايب خالص. دي طبعا في السحور، في الفطار، تقضوا يوم مش عايزين تعملوا حاجه فيها لحوم، طبعا تنفع جدا. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.